ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. في الصيف دون بنشرب عصاير كتير قوي، ومفيش احسن من النعناع في مشروبات الصيف. فالنهارده هنعمل مع بعض شربات النعناع المركز بطريقه سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش شغل كتير خالص ومش مكلف خالص زي بره. بدل ما اولادنا يشتروا الحاجات دي من بره غاليه وملهاش طعم يعني ومش صحيه، فاحنا هنعمل الحاجات دي كلها في البيت بطريقه بسيطه جدا وسهله. وفي اي وقت واحد فيهم عايز اي مشروب يقوم يعمله بمنتهى البساطه. هنسمي الله بقى ونشوف الطريقة على طول. بس ما تنسيش لو أول مرة تشوفيني تشتركي في قناتي. أول حاجة هحط كوبايتين من السكر، وهحط كوباية مية. مش هحط أي حاجة تاني معاهم خالص. هقلبهم كده على البارد. يبقى انت بقى اعملي المقدار اللي انت عايزاه، عايزة تعملي أكتر أو أقل. السكر ان المية نص السكر، يعني حطيت 2 مية، حطيت كوباية واحدة سكر. هفضل أقلب فيهم يدوبوا بس شوية كده، وهسيبهم على النار 10 دقايق بس مش أكتر، على نار هادية. بعد كده معايا حزمة نعناع، بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفينها، مورقاها زي الملوخية كده، وممكن اسيب فيها عنقود صغير طبعا مغسولة كويس قوي. هنا بعد ما فات 10 دقايق هجيب بقى ورق النعناع وانزله عليه على طول من غير يعني ما مقطعه. عايزة تخرطيه زي الملوخية ناعمة كده شوية، خرطيه بس هيديكي طعم اقوى، لكن في سنة مرارة. فانا ما بفضلش ان انا انعمه، انا بحطه سليم كده. بسيبه 5 دقايق بس على نار هادية خالص، بس ياخد النكهة كده بتاع النعناع. وبعد كده هحط نص معلقة صغيرة من ملح الليمون، عشان الملح عندي ما يسكر، عشان اسفل العسل عندي ما يسكرش، والشربات بتاعي يقعد عندي اطول وقت ممكن من غير ما يعمل سكر ولا اي حاجة. هقلبه بس كده دقيقتين، وبعد كده هجيب اللون الطعام الصحي طبعا، هنجيبه من عندي بتاع الحلويات لون طعام اخضر، وهننزل نقطتين بنقطتين لحد انتي ما تاخدي الدرجة اللي انتي عايزاها في اللون. بصوا انا نزلت نقطتين الاول، بعدين قلبت، وبعدين نزلت نقطتين تاني. واول ما انزل اللون ما سيبهوش يغلي كتير بقى، هي دقيقة واحدة بس واطفي. بصوا حبايبي اللون ده كده كويس قوي بالنسبة لي، وانا هطفي النار خلاص، وهسيبه بقى لحد ما يبرد خالص. سهل قوي، اسهل مما يمكن، مفيش اسهل من كده، وهنوفر فيه فلوس كتير قوي. وهنعمل منه بقى احلى عصاير في الصيف، كلها طعمها في منتهى الجمال. هنصفيه طبعا كويس، هو ما بيبقاش فيه شوائب ولا حاجه، فانت ما بتعوزيش تصفيه غير مره واحده بس. لكن لو انت منعمه النعناع هتعوزي تصفيه مرتين. هنا بس بنزل كل حاجه، نصفي المصفى كويس عشان ما نسيبش فيها شربات في الورق. كده بعد ما برد طبعا، انا سبت ورق النعناع برد كويس عشان ياخد كل النكهه في الشربات بتاعي. هنا بعد ما فضيته بصوا بقى القوام اهو زي اللي بنشتريه بالظبط، وكل ما بيقعد بيتقل شويه زي ما انتوا شايفين كده. الريحه بقى حلوه جدا، بسم الله ما شاء الله، ما تفرقهوش عن اللي بره خالص في ريحته ولا طعمه.